السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ انتوا دلوقتي في بارت 3 من مراجعة التمساح اللي بسببها هتضمن درجة النجاح. احنا البارت 1 شرحنا شابتر 2 بالقوانين بكل المسائل المهمة في النماذج الاسترشادية بأصعب الأفكار وأهم الأفكار. طيب الجزء الثاني عملنا فيه ايه؟ خلصنا كل القوانين اللي في شابتر 3 وقلنا كل حاجة فيها. طيب تمام، احنا دلوقتي في بارت كام؟ بارت 3 اللي هو شابتر 4. طيب تعالوا مش هنرغي كتير وندخل على طول على مين؟ على الشغل. مش عايزين نرغي كتير، في فيديو كامل للرغي. طيب احنا دي كل القوانين بتاعتنا، بس احنا عايزين نكمل ايه؟ حاجة القوانين افهمها لكم. اول حاجة قوانين شابتر 4 ليها ملكة شوية. ايه هي القوانين بتاعت شابتر 4؟ تعال اقول لك يا حبيب قلبي. بص يا بابا، انت عندك هنا، بص ركز معايا كده، عندي هنا 1 اف اللي هو فاراداي على ايه؟ على اكس اف. ماشي. وعندي هنا النمبر اوف كولمز. تمام جميل. على مين؟ قال لي على الايكويفالنت ماس. وهنا عندي مين؟ قال لي هنا عندي الكوانتيتي، وهنا عندي مين؟ الماس بريسيبيتيت. اتفقنا؟ طيب القانون ده من اهم القوانين، هيطلع لك كذا حاجه. انت عندك الكوانتيتي تقدر تجيبها كام؟ اي في التايم. ماشي. وناخد بالنا ان في معظم الاسئله بيسالك على التايم، يعني انت لازم تعمل التريانجل اللي هو كده وتحط الكوانتيتي وتعمل اي في مين؟ في التايم، وتجيب قانون الامبير. عندك كده تقدر تجيب الامبير كوانتيتي على التايم، وتقدر تجيب كمان التايم كوانتيتي على مين؟ على الامبير. تمام؟ يبقى انت كده انا معايا قانون استنتجت منه كام قانون؟ قانونين. طيب هو انا اقدر اجيب الكوانتيتي من خلال الريشيو ده؟ طبعا اقدر اجيب. ازاي؟ هقول لك. انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا كوانتيتي، معايا عدد الكولمز اهو. تمام؟ هضربه في كام؟ في ماس بريسيبيتيت. في ماس ايه؟ بريسيبيتيت. حلو. على مين؟ على الايكويفالنت ماس. على مين؟ قال لي على الايكويفالنت. الايكويفالنت ايه؟ الايكويفالنت ماس. ماشي. ده قانون مين؟ ده قانون الكوانتيتي. ماشي حلو. طيب ده بالنسبه للكوانتيتي، احنا كده ما سيبناش حاجه على الكوانتيتي. طيب عندك بقى الايكويفالنت ماس، ده مهم قوي. الايكويفالنت ماس ليه قانونين. قانون بنستخدمه اللي هو الاتوميك ماس. الاتوميك ماس على مين؟ على الفالنسي. ماشي. وليه قانون تاني هيبقى كوانتيتي في مين؟ بص هيبقى ماس في الكولم على الكوانتيتي اهو. ليه قانون تاني؟ مين؟ ماس في الكولم، ماس في عدد الكولم على مين؟ على الكوانتيتي. تمام حلو جدا. طيب احنا عندنا الماس بريسيبيتيت. اقدر اجيب الماس بريسيبيتيت؟ اقدر اجيب الماس بريسيبيتيت اهو. عندي قانون للماس بريسيبيتيت اهو. ايه قانون الماس بريسيبيتيت؟ equivalent mass times the quantity على مين؟ على 96500. اوكي. طبعا فاراداي احنا عندنا بيتساوى بالزد. ايه الزد دي يا ميس؟ الزد دي يا حبيب قلبي اللي هي الفالنسي. الزد دي مين؟ اللي هي الفالنسي. تمام؟ يعني انا لو جيت قلت لك 1 اف قدامها زد اف. زد دي يعني الفالنسي بتاعت الحاجه اهي، الفالنسي. تمام؟ الفالنسي بتاعت الحاجه اللي عندي. ميس هي دي كده كل القوانين؟ دي القوانين اللي احنا هنشتغل عليها. طيب عندك قوانين تانية اسمها قوانين الالكترو موتيف فورس. احنا عارفين ان الانود زائد الكاثود في حالة ايه؟ في حالة ان هما بيكونوا جالفانيك. صح يا ميس؟ ماشي. طب لو هو مديك
الاكسيديشن يعني ده لو عندي ايه اوكسيديشن وعندي ايه وعندي ريدكشن. حلو. طب افرض هو مديني الاكسيديشن من الاثنين. لو مديك الاكسيديشن من الاثنين هتعمل ماينس، اوكسيديشن واكسيديشن هتعمل ماينس. طب لو ريدكشن وريدكشن هتعمل ايه؟ هتعمل ماينس. طيب ده لو جالفانيك. طب لو الكتروليتيك هعمل ماينس. طيب لو انا عندي مديني السيل الكبيره ومديني اوكسيديشن صغير او انود صغير او ايا كان او كاثود هعمل ماينس. يبقى الماينس عندك اكتر كتير منين؟ من البلس. تمام. وخد بالك علشان في اسئله بتكون مطلعها انت بالبوزيتيف، يجي هو في اخر السؤال يقول لك انا عايزها بالريدكشن، يعني هتحولها. اتفقنا؟ هناخد بالنا دي كل القوانين بتاعت مين؟ بتاعت شابتر ايه؟ بتاعت شابتر 4. ذاكروا يا جدعان، ذاكروا عشان الدنيا تقيله اهو. كل القوانين تمام يا اولاد؟ ماشي. اللي مش معاه الملازم دي يقول لي علشان مش هبعت له حاجه. كملوا حل. احنا هنبتدي باول سؤال في الملزمه بتاعتنا. طبعا يا جماعه الملزمه دي برعايه النماذج الاسترشاديه، ماشي؟ علشان لو حد ثانيه يا جماعه، لو حد عايز يراجع على كل المسائل اللي في النماذج الاسترشاديه فانت مش محتاج تراجع او تعمل حاجه. طيب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا دلوقتي معايا 2 كونتينرز، معايا ايه ومعايا هنا ايه. اول واحد ده دانيال سيل. دانيال سيل اوكي يا باشا. احنا عندنا ايه؟ قال لي اول واحد في الفولت ميتر 1 بوينت كام؟ 1.2. تمام. وعندي ايه بيودي مين؟ بيودي للسي. تمام حلو قوي. ايه بيودي للسي. طيب ميس احنا لو هنشتغل جالفانيك، انا لسه ما قريتش حاجه ولسه ما اعرفش حاجه. من الواضح ان الايه هي اللي في التوب. صح يا ابني انت بتفهم. ومين؟ قال لي سي بعده. صح يا حبيب قلبي. من ايه لسي. صح. تمام. هسيب الكونتينر ده، انا كده خدت المعلومات الكافيه من عليه. طب هو انت فهمتي ايه؟ ما خلاص، ما احنا فكينا الشفره، ما احنا فهمنا ان الايه هو الانود، هو الاكسيديشن، وايه الكلام الكتير بتاعنا ده اكيد انت بقيت حافظه. والسي هي ايه؟ الريدكشن، هي الايه؟ الكاثود. فمفيش داعي. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك السي هي اللي بتدي البي. معنى كده ان البي تحت سي. صح. معنى كده ان البي مالها تحت السي. اوكي زي الفل. معنى كده ان انت هنا مين اللي اعلى؟ السي. يعني مره السي جت مع اللي فوق كانت واقعه ريدكشن، ومره هنا كانت واقعه تحت هنا ايه؟ اوكسيديشن. يعني السي لما كانت بتتعامل مع الايه، السي هنا كانت واقعه ايه؟ الريدكشن. طيب السي لما اتفاعلت مع البي كانت واقعه ايه؟ اوكسيديشن. طيب حلو جدا زي الفل. و100 فل وايه؟ 100 فل و10. احنا كده فهمنا الرسمه. تعالى بقى نشوف السؤال محتاج ايه. انا كل ده ترجمت من قبل ما ادخل على الحاجه، انا سهلتها قوي. بيقول لي which of the following represent cell containing 2 electrode B. ماشي حلو. as anode and A as the cathode. بالراحه افهم هو بيقول لك ايه. بيقول لك لو سمحت احنا عايزين ده act as anode. حلو. ودي and A act as cathode. ايه ده يا ميس هو يصح الكلام ده؟ يصح لو احنا مشينا كده. هنا دي كده انا كنت ماشيها لك جالفانيك، يصح فعلا لو انا مشيت الكتروليتيك سيل. يصح فعلا، ينفع امشي كده. يعني هنا الالكتروموتيف فورس
تبقى بالنيجاتيف، صح، برافو عليك، تمام. ماشي، طيب حلو قوي. يبقى انت هنا مشيت بالعكس، انت مشيت من تحت، انت مشيت من البي للاي، هو اللي قال لك. طيب تمام، هعمل ايه؟ هعمل تو براكت، هعمل 1.2 ماينس 0.8 قافل براكت من بره كده ماينس ايكوال، هيديك ايه؟ هيديك نيجاتيف 2 فولت، هيديك نيجاتيف ايه؟ 2 فولت. طب دي مالها؟ قال لي دي الكتروليتيك، مالها؟ قال لي نون سبونتينيوس، يعني غير تلقائيه. يعني ايه؟ يعني غير تلقائيه. زي الفل، حلو قوي. يلا يلا على السؤال اللي بعده. حلو السؤال ده جدا جدا جدا، وفكرته حلوه، خلاك يفهم الاثنين، خلاك تفهم الاثنين، خلاك تفهم ان A و C ماشيين بالترتيب A C B. بعد كده قال لك لو انا شقلبت ايه اللي حصل. الافكار دي اكتبوها كده بالبلدي، يعني اكتب بالبلدي كده في كراستك، اكتب ان انت فهمت ايه من السؤال. تمام يا جماعه؟ طيب حلو قوي، زي الفل. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك a cell containing 2 electrode. انت عندك اكس زي الفل، وعندك مين؟ وعندك واي. حلو، تعالى افهم معايا. انا ملاحظه يا ميس ان الرقم هنا بوزيتيف 3 للزيرو. اه وهنا من بوزيتيف 2 للزيرو، يبقى دي ارقام ايه يا كتكوته؟ دي ارقام ريدكشن، صح يا حبيبه قلبي؟ حولي يا ماما، حولي. هتحولي ده لايه؟ لبوزيتيف 1.67، اللي بعديه نيجاتيف 0.3 ايه؟ 0.34. اتفقنا؟ طيب حلو جدا، بالراحه ونفهم بالراحه. اول حاجه مشيت انا، بصوا لازم دي تمشي فيها واحده واحده بالذات علشان هي فيها شقلبه. انا مشيت اهو، عرفت ان دي ارقام بالريدكشن، حولتها. طيب هو يا ترى مين الانود ومين الكاثود؟ يا ترى ايه اللي يا ترى مين الانود ومين الكاثود؟ ما باينه جدا يا حبيبه قلبي. باينه. مين الانود؟ الاكس اكت از انود اهو. طب وده الواي اكت از كاثود. حلو قوي. اشتغلي بقى. اشتغل في ايه؟ اشتغلي مع الاتنين مع بعض. هعمل ايه يا ميس؟ اهو عندك بوزيتيف 1.67 ماينس عشان احنا حولنا، تمام، 0.34. حلو، هتديك 2.01 فولت. حلو، ماشي زي الفل. انا كده لسه ما قريتش السؤال محتاج ايه اصلا. هنا بيقول لي which of the following express the number of cell containing of these two electrode that must be connected obtain the battery. هم متوصلين بباتري كام؟ 8.05 فولت and the role of each electrode in the cell. المفروض اعمل ايه بقى؟ هيبقى عندي 8.05 divided 2.01 equal، تمام. هيطلع معاك قد ايه؟ هتديفايدد الرقم اللي انت عملته ده بالرقم اللي هو مكتوب، هيطلع معاك ايه بقى؟ هيطلع معايا 4 سيل. حلو جدا. طب ما تدور كده على الاجابه. لا 6 سيل، لا بيقول لي 4 سيل. الواي هي الانود، لا. طب 4 سيل الاكس هي الانود، اجابه صحيحه. والاجابه هي ايه؟ الاجابه هي سي يا ولاد. طيب تمام، ادخل بقى على السؤال اللي بعده. خد ده سكرين، خد ده سكرين اهو، تمام. خدت سكرين، يلا حبيبي ادخل يا بابا على السؤال اللي بعده. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ which of the following table represent. انت عندك بص الحركه اللي انا نبهتك منها قبل كده لو انت كنت بتتفرج على النماذج الاسترشاديه بتاعتي كلها. ايه يا ميس الحركه؟ ان انا كاتبه لك هنا، بص هو كاتب لك هنا ايه؟
اكس واي زد دبليو، وكاتب لك هنا ايه؟ دبليو زد واي اكس. يعني هو مشاك بترتيب وجه عكس بترتيب تاني. فانت السيستم بتاع مخك هيكون مترتب على مين؟ على الترتيب الاول. فلازم تقرا كل مره. طيب حلو. الحاجه الريدكشن هي اللي هنغيرها، اوكسيديشن مش هنغير. ده من زيرو لبوزيتيف اوكسيديشن زي ما انت حبيب قلبي، انت ريدكشن لا هتتغير، يبقى ده يتغير لايه؟ لبوزيتيف 2.375. انت اوكسيديشن مش هتتغير يا حبيبي. ليه يا ميس؟ من زيرو لبوزيتيف 2. انت ريدكشن هتتغير لنيجاتيف 0.34. طيب انا كده من قبل ما اقرا السؤال، هو انا ينفع ان انا بعمله ده قبل ما اقرا السؤال؟ اه طبعا، وانت ماشي، ده حاجات بيزك. طب يلا. which of the metal first electrode when the connect zinc؟ لو انا اكتر حاجه هتكونكت مع الزنك، طب ما تيجي ترتبهم. اول حد عندي في الصداره الزد، تمام. ليه؟ قال لي بوزيتيف 2.375. طيب ماشي. مين اللي بعديه؟ على طول اللي بعديه مين؟ اول رقم في النيجاتيف، انت عندك نيجاتيف 1.4 ماشي، وعندك نيجاتيف 1.2، عندك نيجاتيف، يبقى ده اللي بعديه نيجاتيف 0.34. طيب مين اللي بعديه؟ اللي هو نيجاتيف 1 بوينت ايه. طب مين اللي بعديهم؟ الدبليو نيجاتيف 1 بوينت ايه 1.4. طيب هو حلو قوي. بيقول لك المفروض هنحط فين بقى؟ قال لي الزنك بكام؟ قال لي الزنك الرقم بتاعه، انا شايفه ان الزنك المفروض يتحط هنا، صح اهو. الزنك يتحط هنا بكام؟ قال لي ب 0.76. فالزنك كده الحاجه اللي هيقدر يتفاعل معاها والكترود مين؟ الزد والزنك، هما اللي هيعملوا ايه؟ جالفانيك سيل. فاجابتك هنا هتكون مين؟ the faster connected of the zinc هو مين؟ هو الزد. تمام. السؤال ده جميل جدا 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 وفكرته جميله وممتازه. تمام. خد سكرين يا اما اكتب ورايا ما تكسلش. تمام حلو قوي. يلا. السؤال ده كان ايه؟ احنا هنا ايه؟ احنا مثبتين باتري بس مغيرين السوليوشن. تمام. يا ترى دي فاراداي فيرست لو ولا سكند لو؟ سكند لو. الفيرست لو انا كنت بثبت سوليوشن لكن بغير باتري. تمام حلو. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا عامله ايه؟ انا مثبته باتري. الباتري دي بتاعتهم كلهم، بتاعت النيكل وبتاعت السيلفر وبتاعت مين؟ البليتد. يعني بس اللي احنا طالعين منه يعني في النهايه ان احنا معانا نيكل ومعانا سيلفر ومعانا كوبر، لان كل واحده فيها 2 الكترود، انود وكاثود. انود وكاثود احنا مالناش دعوه بالهنا، احنا لنا دعوه بايه؟ بهنا مين؟ النيكل. وليك هنا دعوه بمين؟ بالسيلفر. وليك دعوه بهنا مين؟ بالكوبر. طيب بيقول لي يا ترى، تعالوا نقرا السؤال قبل ما نقول يا ترى. ماشي. بيقول لي وين electrical current pass touches the circuit quarter and hour when increase mass the greatest rate. انا عايزه اعلى ماس بريسبيتيت. طيب احنا لما كنا بنجيب الماس بريسبيتيت المفروض كان بيبقى عندنا حاجه اسمها الايكويفالنت ماس، صح؟ مش كان عندنا الايكويفالنت ماس ولا لا؟ ها رد عليا. طب ايه هو قانون الايكويفالنت ماس؟ عندك اتوميك ماس على الفالنسي، ماشي؟ عندك مين؟ الاتوميك ماس على الفالنسي. طيب حلو قوي. ايه الاتوميك ماس؟ هتاخد الرقم اهو، مديك الاتوميك ماس هنا ومديك الاتوميك ماس هنا ومديك الاتوميك ماس هنا. حلو قوي جميل زي الفل. الاتوميك ماس في اول واحده ب 58 على كام؟ على 2. طب تاني واحده
ب108 على 1 وتالت واحدة 63.5 على 2. فمين يعتبر أعلى واحدة فيهم؟ 108 على 1 هيديك كام؟ هيديني 108. هيديني كام؟ 108. طيب يبقى أعلى إلكترود عندي هيديني رقم كبير. مين؟ اللي عنده أعلى equivalent mass. كل ما الايكويفالنت ماس بتزيد كل ما الماس بريسيبيتد بتزيد. علاقة directly proportional، ده يزيد ده يزيد ده يزيد ده يزيد. تمام. يبقى كده مين الالكترود اللي عندي اللي كسب؟ السي. مين اللي كسب؟ السي. طيب حلو جدا. تمام. 5. حلو قوي. بيقول لي دلوقتي انا معايا مين؟ The following reaction occur in electrochemical cell. حلو قوي. انا معايا ام ومعايا زنك. حلو. الام هنا كان بالزيرو، خرج هنا بقى بالايه؟ قال لي خرج هنا بقى بالبوزيتيف، يبقى الام هنا ايه؟ قال لي act as anode. ممتاز. طيب بيقول لي الزنك بقى، هو مش كاتب لي بقى، هو كاتب لي الزنك. الزنك كان بالبوزيتيف خرج بقى بالايه؟ بالزيرو. يبقى الزنك act as ايه؟ act as كاثود. تاني الام اكت از انود. تاني الام اكت از انود، يعني بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه اوكسيديشن. تمام زي الفل. 100 فل و10. حلو قوي. انا دلوقتي ايه تصرفي؟ when if you know that، بيقول لك لو الزنك معاك هو اكد لك ان الزنك بالبوزيتيف 2 خرج بقى بالايه؟ بالزيرو. يعني ايه يا حاجه؟ قال يعني ريدكشن. ماشي. تعال نشوف هو محتاج ايه ولا عايز ايه. تعال. بيقول which of the following express that type electrode M. هو ايه النوع؟ ايه التايب؟ حاضر من عينيا اشوف ايه النوع. and the oxidation potential as well as the type. يا ترى ايه هو النوع؟ اول حاجه وانا مغمض ان M هو الانود. اول حاجه M هو ايه؟ هو الانود. طيب ليه؟ قال لي بيحصل فيه انكريز في الريتشارج. يعني ايه؟ قال لي يعني اوكسيديشن. يعني ايه؟ قال لي يعني ريديوسينج ايجنت. انا كده ترجمتها لك كلها. طيب تمام. حلو جدا. ومن اللي انا ملاحظاه ان الايكويفالنت الكتروموتيف فورس اهي هنا دي بكام؟ قال لي بوزيتيف 1، بس دي بتاعت السل كلها. هنا بقى جايب لك بتاعت مين؟ الزنك. هنا جايب لك بتاعت مين؟ الزنك. طيب انت دلوقتي عايز تحسب الرقم، هتعمل ايه؟ هتاخد الرقم ده. حلو. بوزيتيف 1. ماشي. ايه بقى؟ قال لي ماينس. ماشي. ماينس مين؟ ده زي ما هو وماينس ده. تمام. كام بقى؟ 0.76. لو انا عايز اعرف الرقم ده بتاعهم كلهم، ده بتاع السل كلها اهو. لا بتاعت السل كلها، فانت هتسيبه زي ما هو زي ما هو، بس هتعمل ماينس. ليه؟ عشان انت تنقص ده من ده. ركز. تمام. هتعمل ايه؟ ماينس، وتكتبه بنفس الساين بتاعته لان هو فعلا ريدكشن. طيب حلو. بس اللي انت متاكد منه ان ام هي انود. طيب ده ماشي صح. طب هنا ام انود ماشي. طب ام كاثود لا. ام كاثود لا. يبقى انا كده شطبت اجابتين، مش متبقي غير عندي غير حاجه واحده. غير مثل ان انا اروح اكتب ده على الكالكوليتر، هيطلع معايا ب 1.76. تمام صح. انا مش هيطلع معايا ده؟ لا مش هيطلع معاك الرقم ده. الاجابه هتبقى ايه؟ ليه؟ لان الام act as anode oxidation reducing agent negative pole. طب الزنك ماله؟ الزنك act as cathode reduction oxidizing agent. تمام. وده الرقم بتاع السل، وهو اداني الرقم بتاع الريدكشن، فماينست ده من ده وسبت ده بالايه؟ بالرقم بتاعه. جميل جدا. حلو قوي. جميل زي الفل. السؤال رقم 6 بيقول لك انت عندك كبر وعندك ايه؟ وعندك كرونيوم. ماشي. عندك كبر وعندك ايه؟ وعندك كرونيوم. احنا محتاجين نحدد مين الانود ومين الايه؟ ومين الكاثود. طيب تمام.
جميل قوي. اول حاجه انت المفروض تحدد ده مين. انت شايف، انت شويف اكيد ان ده هنا بالايه؟ بالبوزيتيف، خرج بقى بالايه؟ بالزيرو. يبقى ده مين؟ ده كاسود. طب ده بالزيرو خرج بقى بالبوزيتيف، ده مين؟ قال لي ده انود. تمام. تاني، ده ماله؟ قال لي انا عندي الكبر، خليته يتفاعل مع الكرونيوم. هنا ده من ده لكده لده، قال لي ده اكت از ايه؟ اكت از كاسود. يعني ايه كاسود؟ قال لي يعني ريدكشن. طب من هنا لهنا اكت از انود يعني اوكسيديشن. طيب تمام، حلو قوي. المفروض اشتغل ازاي؟ هو كاتب لك كل حاجه بارقامهم، اعمل لهم ايه؟ سمشن. هتعمل بلس 0.740 بلس 0.340. تمام. هيديك كام بقى؟ هيديك بوزيتيف 1.08. طب ده ماله؟ قال لي ده جالفانيك. ميس انا عايزه اعرف، انا عرفت منين ان ده جالفانيك؟ انا ايه اللي يثبت لي ان ده جالفانيك؟ ايه اللي يثبت لي؟ هقول لك حالا. احنا محتاجين كتاب المفاهيم اهو. بص مفتوحه اهي، مفتوحه، انا فاتحاها. عايزين نعرف مين الاول. حلو. احنا عندنا مين؟ عندنا الكرونيوم هو الايه؟ الانود. فعلا الكرونيوم اعلى. الكرونيوم هنا ايه؟ انود اهو. طب والكبر؟ فعلا الكبر كاسود اهو. فدي اكت ايه؟ دي كده ماشيه كده. بصوا كده السهم ماشي كده اهو. السهم ماشي زي ما انا ايه؟ ماشي سبونتينوس اوكسيديشن وريدكشن. يبقى فعلا الكلام هنا ايه؟ الكلام هنا ايه؟ صحيح. اكت از كاسود، اكت از انود. اوكي ماشي. يبقى سؤال 6 الإجابة إيه؟ طيب تمام، حلو جدا. فهمتوا يا ولاد؟ طيب ندخل بقى على سؤال 7. سؤال 7 بيقول لك إيه؟ أنت عندك هنا 4 سيلز. أنا معايا الزنك وفي نفس الكونتينر زنك سلفيت، ومعايا زنك ومعايا كوبر سلفيت، ومعايا كوبر ومعايا زنك سلفيت، ومعايا كوبر ومعايا ايه؟ كوبر سلفيت. طيب هو الطبيعي ان انا لما اجي اعمل كونكشن مع مين؟ ما ينفعش اعمل ده كده، لا ده كده مع نفسه، ده كده هيتعمل مع نفسه. لكن انا اوصل واحد بواحد لا، ده كده هيبقى ايه؟ yourself. ده كده كنا شارحينها في اول شابتر 4 ساعه ما قلنا ان احنا السوليوشن بتاع الكوبر سلفيت كان لونه بلو، بعد كده بقى كرر لسه. ايوه يعني ده هنا اكت از انود وكاثود منه في نفسه، مش محتاج يتوصل بحاجه تاني. طيب انما انا هعمل ايه؟ انا معايا الزنك والزنك سلفيت، هوصلهم بمين؟ هوصلهم بالكوبر والكوبر سلفيت. ايوه دول فعلا محتاجين يتوصلوا ببعض. هنا بقى بيقول لي ايه؟ بصوا كده، بيقول لي هنا خلي بالك انت معاك 4 تيوبس، 4 شيب. ده مع نفسه وده لا، مش هيتعمل اصلا. ليه؟ عشان الكوبر اصلا لسه مين؟ الزنك، مش هتقدر تتفاعل. طيب بيقول لي اول واحده when one connected مع الفور، هخليها تتفاعل مع الفور. قال لي 1 فعلا صح تمام. هخليها تتفاعل مع مين؟ مع الفور. ماشي. with the salt bridge external containing wire. ماشي. قال لي الفور ماله يا بابا؟ قال لي الفور اللي هو ده هو الانود. بجد والله؟ ازاي بقى؟ قال لي 1 اكت از كاثود. غلط طبعا، غلط طبعا. ليه؟ الزنك از انود اوكسيديشن، لازم امشي بالترتيب واحده واحده. طب امشي على بعدها. بيقول لي سبونتينيوس رياكشن في ايه؟ في سيل 2. تمام ماشي. بيقول لي هيحصل سبونتينيوس رياكشن اوكير 2 and the connection الكبر ايون انكريز. لا طبعا، لا طبعا. ايون ازاي؟ قول لي ازاي؟ اذا كان هي كانت داخله اهي بالبوزيتيف خرجت كده،
عارف لو كان شالك كلمه ايون وحط لك مكانها ماس كنت هقول لك لكن لا، غلط. ماشي، بعد اذنك اللي بعده. بيقول لي واحد هيكونكتد مع 4، كلام لحد دلوقتي مظبوط. قال لي وهيبقى بينهم سولت بريدج اهو. بص امشي مع نفسك وترجم واحده واحده. قال لي when one is a connected 4 with a salt bridge a connected wire حلو الكترون هيبقى ايه؟ بص بيقول ايه؟ spontaneously وهيتحرك. بص بيقول ايه؟ من 1 ل4. اجابه صحيحه، يعني اتجاهها هيبقى كده. معنى ان هو بيقول لي هيتحرك من 1 ل4 يعني عندي الزنك اكت از انود والكوبر اكت از ايه؟ اكت از كاثود. دي كانت غلط، دي كانت هو كاتبها لنا غلط في السؤال هنا. دي هتبقى ايه؟ اكت از كاثود. الكلام هنا مظبوط، الكلام هنا عجبنا، التشويس ده مظبوط 100%. طيب يجي للسؤال اللي بعده بيقول لي a spontaneous reaction in vessel 3. لا مش هتتفاعل اصلا، سيبك منها يا حبيبي. فهمت؟ السؤال ده حلو جدا جدا ودمه خفيف قوي، دمه خفيف قوي 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 قوي. لو جالك في الامتحان يعني حلو، سؤال كده بونبونايه. ماشي يلا يا ابني ركز يا ابني معايا في السؤال. ماشي سؤال رقم 8. ماشي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت عندك فيرست سيل، اول سيل عندك مين؟ اكس. تمام، فيرست سيل الكترود اكس ايه ذا انود، هي انود and the hydrogen electrode act as cathode. حلو، يعني انا معايا اكس ومعايا ايه؟ هيدروجين، هي الانود عشان نتصور الوضع، وده الكاثود عشان تكون بس ملم بالوضع اللي احنا بنتكلم فيه. بعد كده هيتكلم في اللي بعده. بيقول لي the second cell عندي electrode Y is the cathode and the hydrogen electrode is the anode. يعني الواي تحت، الواي تحت الهيدروجين. هنا نيجي بقى عند السهم ده ونغير اللون. ماشي، هنا ده هيبقى ايه؟ بصوا كده عشان محدش يتلخبط، ده كده كل واحد. ماشي، هنا بقى ده كده ايه؟ هيبقى انود. طب ليه انود؟ وهنا ده يبقى ايه؟ هيبقى كاثود. ماشي، ده هيبقى بوكس واحد كده مع بعض، باكج كده. ماشي اهو، ده هنا ايه؟ ريدكشن. حلو قوي. ماشي، هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي which of the following express the cell composed between ده وبتوين ده. عايزه اعرف الاكس والواي. اكيد وانا مغمض الاكس انود والواي كاثود وانا مغمض. طيب تعالى نمشي، مش هنحسب بالارقام بس نحل واحده واحده عشان انتوا بتتلخبطوا في حته الارقام دي. اكس انود واي كاثود، اكس انود واي كاثود، واي انود واي انود. يبقى انا كده شطبت ايه؟ اجابتين. انت كده ايه؟ شطبت عندك ايه؟ اجابتين. اتبقى لك المفروض تجيب اجابه واحده. طب ما انت طبيعي، ما انت شغال انود واكسيديشن، هيبقى الفرق بينك ايه؟ جالفانيك بوزيتيف 0 2 3 بلس بوزيتيف 0.8. احسبها هتطلع عندك اختيار ايه؟ يبقى انت بتمشي بتشطب 2، بالك 2. امشي واحده واحده. فهمت بتترجم السؤال ازاي؟ اترجمه معاك بسرعه. ذا فيرست سيل الكترود اكس ماله انود. بعد كده قال لي انا عندي هيدروجين اكت از كاثود، نزلت كتبت. بعد كده بيقول لي ذا سكند سيل واي اكت از كاثود. بعد كده الهيدروجين الكترود اكت از ايه؟ انود. طب تمام، حلو قوي. ادخل السؤال اللي بعده. حلو قوي. بيقول لك هنا برمنجانيت ماشي can be prepared by electrolysis a solution containing magnesium positive 2. طيب
انا عندي هنا المغنيسيوم كان بوزيتيف 2 خرج بقى بالزيرو. ماشي زي الفل. ده كده حصل فيه ايه؟ ايوه ريدكشن. according to the following reaction. ماشي. قال لي the amount of a electrical required repair 0.2 مول. طيب انا دلوقتي دخلت لك المول في الايكويشن بتاعت شابتر كام؟ شابتر 4. طيب انت عندك دلوقتي رول هتمشي عليها. انت عندك 1 مول. حلو ماشي. انت عندك كام؟ 1 مول. وتحتها كام؟ زي الفل 0.2 مول. المفروض هنا هتحط اف صح، بس اف كام بقى؟ ما هو قال لك 5 الكترونز. اللي بيتحط هنا الفالنسي بتاعته، يعني هنا الام ان ده الفالنسي بتاعته كانت بوزيتيف 5. كانت بكام؟ كانت ببوزيتيف 5. اتفقنا؟ فانت هتحط هنا ايه؟ 5 اف. هتعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. عايز تجيب الاكس هتعمل ايه بقى؟ 5 تايمز 0.2 divided 1 تقريبا هيطلع معاك ب1 فاراداي. ثانية واحدة. يس هيطلع معاك بكام؟ 1 فاراداي. طيب وعايز العدد بتاع الكولوم. طب ما هو ال1 فاراداي كان بيساوي كام كولوم؟ 96500 كولوم. دي محفوظة أصلا. ال1 فاراداي كان بيساوي الرقم ده، الرقم اللي انت اصلا ايه حافظه. بس خلي بالك تقولي طب ما يا مس اجاوبها على طول واخلص. لا، انت لو ما كنتش عملت الايكويشن دي وكتبت المول تحت المول واف تحت الاف وما كانتش طلعت لو كانت طلعت عندك برقم تاني، لو كانت طلعت عندك برقم تاني غير ال1 كانت الاجابه هتختلف. هي بس صدفه ان 1 بيساوي كام؟ 96500 كولومز. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هنا مش عارفه السؤال ده اتكرر، يعني السؤال ده وارد يجي بس بطريقه مختلفه عشان ما حدش يفتكر ان انا مكرراه. يعني السؤال ده متكرر مرتين بطريقه مختلفه وهي نفس الاجابه. سبحان الله. بيقول لك which of the following grade in the cathode weight، يعني اكتر واحد هيكون عنده precipitate. يا ترى مين؟ نفس الكلام. انت لازم تجيب الايكويفالنت ماس بتاعك بتاع كله. اول واحده عندك الالومنيوم اتوميك ماس على كام؟ على الفالنس، يعني عندك 27 على 3 هيبقى رقم صغير، هيبقى كام؟ تقريبا 9. بعد كده عندك الليد 200. بص الليد الايكويفالنت ماس بتاع الليد هيبقى 208 على 2، يعني هيطلع عندك بكام؟ ب 104. طب السيلفر قال لي 108 على 1 هيديني 100 وكام؟ 108. طب الكبر ده هنضربه على 2 فيطلع رقم صغير. اعلى رقم عندك مين؟ هو السيلفر نايتريت. السؤال ده ناقص معلش. هنا دي 1 سيل وهنا دي 2 سيل وهنا دي 3 سيل وهنا دي 4 سيل، فانت عندك السيلفر نايتريت هي اللي هتبقى 3 سيل والاجابه هتبقى فيها ان هي 3 سيل. تمام حلو قوي جميل. السؤال ده لطيف جدا، باذن الله يجي واحد زيه. انا عماله اقول باذن الله يجي ان شاء الله الامتحان يجي سهل ان شاء الله. طيب حلو قوي. سؤال 11. تمام. بيقول لك the following equation represent. تمام. the following equation represent the reaction occurring in electrolytic cell. افهم واحده واحده. معاك ده بالزيرو ماشي. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ده بكام؟ قال لي ده بالبوزيتيف. من هنا لهنا بقى بالايه؟ بقى بالبوزيتيف. صح ولا لا؟ صح جميل جدا. هنا ده بوزيتيف 3 ومن هنا لهنا ركزوا قال لي من اكس لاكس بوزيتيف 3. قال لي ده هنا بالزيرو خرج بالبوزيتيف. قال لي يعني ايه؟ اكت از انود.
اكتب لي كده ان الاكس act as ايه؟ انود. طيب هنا بقى مين اللي بعدها؟ قال لي الكبر. الكبر مالها؟ act as كاثود. act as ايه؟ act as كاثود. حلو. هتشتغل طبعا انت عادي، هتعمل بقى الرقم بتاعك عادي جدا وتشتغل، صح؟ صح يا ميس؟ يلا اشتغل لي بقى كده عادي عشان في خازوق مستنيك في النص. اهو الرقم بتاعه اهو، ده الرقم بتاع السل، وده الرقم بتاع مين؟ ده الرقم بتاع السل كلها، واحنا متعودين ان احنا الرقم بتاع السل لسه حالين سؤال قبله بنكتبه عادي 1.8. تمام. ده اهو ده الكبر، بنعمل ماينس الرقم 0.34. حلو. احنا سايباك هتضربها على الآلة هتطلع لك بوزيتيف 1.46. هتروح تختار ايه؟ هتروح تختار بي، وهتفتكر انك قفلت السؤال، لكن غلط. ليه؟ قريت الحته بتاعت بيقول لك ذا ريدكشن بوتنشال؟ قريتها؟ والله ما قريتها، بحلف بالله وانا صادقه والله ما قريتها. ليه؟ عشان احنا عايزين ننجز. لما يقول لك ريدكشن بوتنشال، طب ما انت كده مطلعه بالاكسديشن يا باشا. يعني انت المفروض بعد ما طلعت الرقم ده تروح تحوله لايه؟ للنيجاتيف. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. والله. بص بقى اجابتك هتبقى دي. بعد ما كانت اجابتك بي وكل الدفعه خارجه مبسوطه ان هو بي، لكن انت ما خدتش بالك ان السؤال هنا بيقول لك بص كده، بيقول لك ايه؟ الريدكشن بوتنشال. ما خدتش بالك ان الحته دي مهمه؟ ازاي يعني ما يجيش في بالك الحته دي؟ تسرعت. انت لو مشيت مع السؤال ستيب باي ستيب الحاجه سهله. هنا اكس اكت از انود، الكوبر اكت از ايه؟ كاثود. تمام. حلو قوي. سؤال 12 بيقول لك انت عندك zinc crude is placed in a container containing a mole solution of its ion at temperature. تمام. عند درجة حرارة كام؟ 25. طيب أول حاجة يا مس أنا عايزة أفهم هو عايز إيه. بيقول لي which of the following diagram equilibrium between the mean the oxidation reaction of zinc atom of zinc atom and the reduction reaction of zinc of zinc ion. تمام. يعني هو عايزه زنك اتوم يخرج يبقى زنك ايون. افهم اهو، ولا قالها انا عايزه يبقى زنك، يعني انت عايزه يبقى كده يخرج يبقى ايه؟ يبقى كده. صح، ده المظبوط. انت كده فاهماه. اي واحد بقى يا ميس ها يا ترى الزنك فيها بوزيتيف وزنك بوزيتيف 2، فانت اول حاجه هتختارها تقولي هي دي، هي الاجابه دي يا ميس. غلط. ليه؟ مش احنا كنا بنقول ان الانود بالزيرو؟ في الرياكتنت يخرج يديكريز ريتشارجد، صح؟ اهو هيبقى هنا ايه؟ اوكسيديشن، صح؟ برافو عليك زي الفل. طب هي دي مالها؟ قال لي نيجاتيف بول، صح؟ حصل ديكريس في ونيجاتيف بول لازم اكون حاطط بيس من الزنك، وفي هنا ايه؟ بوزيتيف ايونز، وعندي نيجاتيف. حلو. ما ينفعش الاقي بوزيتيف. حلو جميل. ما ينفعش الاقي بوزيتيف. طيب واحد بقى يقول لي يا ميس طب ما انت عندك رسمه بي هي ايه؟ هي دي. لا، في رسمه دي المفروض اصلا ما فيش اصلا ايه؟ التشارجد اللي هنا، ماشي؟ هو بس ليه الملزمه مزوده، هي هتبقى بي. تمام. الاجابه هتبقى ايه؟ لكن هي مكتوبه عندكم في النماذج الاسترشاديه صح، بس هو ده تعديل بس الملزمه، فاهمين؟ فهي الاجابه دي ليه؟ عشان هو كان بالزنك، كان في حاله الاتوم، خرج بقى زنك في حاله الايون، حصل له اوكسيديشن، حصل له ريديوسينج ايجنت،
تمام، يعني هو نيجاتيف بول. اوكي يلا يا ابني زي الفل. هنا بقى بيقول لك 13 ماله 13؟ 13 بيقول لك انت عندك ايرن من 0 لبوزيتيف 2 خرج بالايه؟ قال لي انود. طيب من بوزيتيف 2 خرج بقى بالزيرو، اكت از ايه؟ اكت از كاثود. السؤال ده هتتفاجئوا لو جالكم في الامتحان، تحفه بجد. تمام. Which of the following represent the anode or the cathode and what is the electromotive force value؟ طيب انت هنا في حالة طبيعية جدا بتعمل ايه؟ الانود بلس الكاثود. حلو قوي، عشان انت هنا جالفانيك، فالرقم اللي هيطلع معاك اهو بوزيتيف 4.0 بوزيتيف. تمام. الرقم اللي عندك ده هتسيبه، مش هيأثر يعني لو كتبتها على الآلة. استنى كده، هتكتب بوزيتيف 409 بلس كام بقى؟ بلس 1.50. تمام. ليه؟ علشان دي جالفانيك، هتعمل لهم بلس عادي حتى لو ما كتبتش. يعني انت لو ما عملت النيجاتيف هتطلع هي نفس الايه؟ الاجابه يعني انت لو حطيت النيجاتيف هي نفس الاجابه، مش هتاثر يعني. النيجاتيف هنا في الحته دي مش هتاثر يعني. تمام. ناخد بالنا بس عشان ايه؟ في حته حوليت فيها، استنى معلش حبيب قلبي، حوليت فيها اهي، هي كده بابا اهي. تمام. فانت حتى لو كتبتها مش هتأثر. انود بلس ايه الكاثود. الايرن الكترود از انود، الكتروموتيف فورس هيديك الرقم ايه؟ الرقم ده على الآلة 0.559. طبعا زي ما قلت لكم انا بكون حاسباها قبل ما ندخل ايه الحصه، عشان الوقت، عشان لما اقعد امسك الآلة كده بضيع وقت. تمام. هنا بقى بيقول لك ايه بقى؟ The following reaction represent the electrochemical cell. حلو. انت عندك الواي، ماله الواي اكت ايه؟ اكت از انود. تمام. والاكس ماله الاكس؟ بوزيتيف 1 للزيرو، اكت از ايه؟ اكت از كاثود تاني. يبقى الواي ماله؟ قال لي الواي كاثود. تمام. والاكس ماله؟ والاكس ايه؟ والاكس انود. طيب تمام، حلو قوي. هنقوم واخدين بوزيتيف 2 3 بلس بوزيتيف 0 8. تمام. هتطلع معاك، لا مش ده طبعا، هي جالفانيك، هتطلع معاك بايه؟ بوزيتيف 1 0 3. طبعا انت دلوقتي بتقول لي يا ميسي التفاعل اللي احنا بنحلها دي جاي منه باذن الله في الامتحان. ما هو ده اللي هيبقى الحاجه اللي هيرفعوا بيها عليكم في الامتحان باذن الله، الشابتر ده. تمام. المسائل دي بالذات. ماشي. طيب حلو قوي. سؤال رقم 15. ماشي. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ تعالى رتب لي the following table show the standard electrical potential of 4 element. اول واحد ده عندك ريدكشن، فانت لازم تحوله يبقى بوزيتيف 2.71. تمام. حلو. بعد كده عندك هنا ايه؟ بوزيتيف 0.4، ده كده الاكسيديشن عادي زي ما هو. سيبه ده هنغيره 0.80، ده هتسيبه زي ما هو، ده اوكسيديشن. تمام. بيقول which of the following represent the number the galvanic. عايزين اكبر فرق. طب ما تيجي ترتبهم. اعلى واحد فيهم هو الايه؟ ماشي. بكام؟ ببوزيتيف 2.71.
تمام. مين اللي بعده؟ بوزيتيف 0.4. ما ده بالنيجاتيف عشان محدش يقول لي ده بالبوزيتيف، ده بالنيجاتيف. بعد كده عندك مين؟ عندك سي نيجاتيف 0.8. بعد كده عندك مين؟ عندك دي نيجاتيف 1.2. طيب which of the following represent the galvanic cell that can be formed from this element the highest value. انا عايزه اعلى ايه؟ اعلى value. طيب اعلى value من هنا لهنا، الفرق اعلى value. طب هعمل ايه؟ هعمل 2.71 ماينس افتح براكت نيجاتيف 1.2 اقفل براكت. تمام؟ هتقفل ايه؟ البراكت اهو اعلى. فانت عندك بعد ما كتبت 2.71 نيجاتيف، عملت نيجاتيف، تمام، الرقم ده اللي هو الدي، ماشي، 2 براكت نيجاتيف 1.2. تمام. انت هنا جبت ايه؟ جبت الالكتروموتيف فورس. اكتبها بقى على الآلة، هتطلع لك بكام؟ هتطلع لك ب 3.91 فولت. حلو، جميل قوي. طبعا انت من خلال الرقم انت عرفت ايه الاجابه ايه، بس انت فاهم ليه 6 سل؟ لا الصراحه لا. تعالى ليه افهمك ازاي نقدر نطلع من دي 6 سل. احنا نقدر نخلي الاي تتفاعل مع الدي، نقدر نخلي الاي تتفاعل مع السي، ادي اول واحده، ادي تاني واحده. نقدر نخلي الاي تتفاعل مع البي، ادي كده تالت واحده. نقدر نخلي البي تتفاعل مع الدي، ادي كده رابع واحده. نقدر نخلي البي تتفاعل مع السي، ادي كده خامس واحده. نقدر نخلي السي تتفاعل مع الدي، ادي كده سادس واحده. وهم 6 سيل، وادي الرقم اللي عندك يا شباب. سؤال جميل جدا، يعني لافف الصراحه يعني شويه. تمام. طيب السؤال ده جميل قوي بقى، حته لزايه، هو يعني فكرته لفه بس يعني مش مشكله، احنا بنحب الاسئله الجميله دي. تعالوا يلا بينا ندخل على سؤال 16. بيقول لك هنا ايه؟ الكوبر 2 سلفيت سوليوشن. ثانيه بس كده. الكوبر 2 سلفيت سوليوشن with the concentration 0.2 مول and the volume. اول لما الاقي الاثنين دول اروح اجري اجيب مين؟ النمبر اوف مول. حلو. عندي مين؟ ام تايمز مين؟ تايمز الفي ايكوال كام؟ 0.2 تايمز الايه؟ الفوليوم كام؟ 600 تايمز كام؟ 10 بار نيجاتيف 3، هيطلع معاك 0.12 مول. حلو. اول لما لقيت المولاريتي والفوليوم جبت نمبر اوف مول. ماشي. وناخد بالنا ان هو بيقول لي مين؟ بيقول لي الكوبر 2. الكوبر 2 سلفيت. قال لي electric current intensity وجاب لي الكرنت intensity. ماشي. حلو. that time required the reduction decomposed of the copper cathode. ده عايز التايم، اجيبها ازاي دي يا مس؟ حلو. انت عندك دي بكام؟ قال لي عندي دي الفالنسي بتاعتها ببوزيتيف 2. حلو. اكتب كده، مش انت بتقول 1 اف تحتها اكس اف صح؟ مش انت بتشتغل ب 1 اف تحتها اكس اف؟ انت هتشتغل ب 2 اف. طب ليه يا ميس؟ ليه يا ميس هشتغل ب 2 اف؟ علشان سعادتك الفالنسي بتاعتها بكام؟ ب 2. تحتها مين؟ اكس اف. معرفش انا الاف عندي بكام. هنا قدامها بكام؟ قدامنا هنا ب 1 مول. تمام. تحتها بايه؟ بالرقم اللي احنا لسه جايبينه 0.12. تمام. هنعمل اكس اللي هي الكروس مالتيبليكيشن، هتعمل 2 تايمز 0.12 ديفايدد 1. تمام. هتطلع معاك كام؟ 0.24 فاراداي. اتفقنا؟ حلو. انت بقى كده عندك مين جاهز؟ علم الكبير بتاعنا فاراداي.
طبعا مين اللي جاهز عندك؟ فاراداي اهو. اكتب بقى كده القاعده بتاعتك. هو مش انت كنت بتقول 1 اف تحتها اكس اف، وهنا عندك النمبر اوف كولمز تحتها الكوانتيتي؟ صح. طب ما انت يا باشا عندك كل حاجه بقت كامله دلوقتي ما عدا مين؟ ما عدا الكوانتيتي، صح؟ معلش يا جماعه، احنا هنشيل بدل ما نكتب القانون تاني هنشيل، نعمل كده، نعمل كده ونحط الرقم اهو. يبقى عندك كام؟ 0.24. هيبقى انت عايز تجيب الكوانتيتي ليه؟ لانه طالب الرقم، طالب التايم. انا محتاجه اجيب الكوانتيتي. ايه قانون الكوانتيتي؟ قال لي النمبر اوف كولمز في كام؟ في 0.24 فاراداي على كام؟ على 1. هيديك رقم ما شاء الله. ثانيه بقى عشان ده ايه يعني ما صادفش ان انا احفظ رقم 23160. ماشي 23160 ده مين؟ ده الكوانتيتي. هو من عليك واداك مين؟ الامبير. طب ما انا لسه قايله لك القانون اللي هو كده اهو. انت عندك الكوانتيتي في التايم في الكرنت انتنستي. انت عايز مين؟ عايز التايم. حلو، يبقى 23160 مع مين؟ مع النمبر اوف امبير، واكتبه على الآلة. شوف هيطلع معاك، هتطلع معاك إجابة سي. الإجابة هتبقى كام؟ هتبقى سي. حلو، ماشي اهو 240 ثانية. ماشي، ده السؤال. سريعا احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا نمبر اوف مولز عشان هو كان مديني الايه؟ النمبر اوف مولز كان مديني 0.2 تايمز مين؟ ان انا مديني الفوليوم. فبعد كده استنتجنا ان احنا هنجيب مين؟ هنجيب النمبر اوف مول. مولاريتي فين؟ في الفوليوم. 0.2 تايمز كام؟ 600 تايمز 10 بار نيجاتيف كام؟ 10 بار نيجاتيف 3. اوكي، بعد كده هنا اداني الرقم بالمول. حلو، جبت الرقم بالمول، ما دخلتش على طول على الكوانتيتي عشان كان هيبقى عندي كذا كذا انون. فبالتالي كان عندي هنا الكبر كان الفالنسي بتاعته بكام؟ ب2، يعني ب2 اف 2 فاراداي، يبقى 2 تحتها اكس اكس، وعندي 1 مول تحتها مين؟ 0.12 مول. ماشي، عندي هنا الاكس هعمل كروس مالتيبليكيشن، هجيب كام؟ النمبر اوف فاراداي زي الفل. هجيب النمبر اوف اوف فاراداي واعوض عليه في القانون بتاعي 1 اف تحتها اكس اف، بس انا معايا اكس اف اللي هي 0.24 تمام، ومعايا النمبر اوف كولوم والكوانتيتي. هعمل ايه؟ عايزه اجيب الكوانتيتي كروس مالتيبليكيشن، هيديني مين؟ الرقم بتاع الكوانتيتي، وهو اوريدي سبق واداني مين؟ الامبير. طيب بعد كده هشتغل على مين؟ هجيب التايم من من القانون بتاعي، كوانتيتي على الامبير هيديك التايم. حلو جدا. طيب يلا بينا على سؤال 17. طبعا انت هتقولي يا ميس انت مبسوطه بالهايلايتر انت بتعملي ده. انا اكتشفت متاخر، سؤال يستحق يعني انا عايزه اصغر وعايزه اكبر. بصوا هقرا لكم السؤال بعد كده هبقى اصغره، يعني انا هقرا السؤال بعد كده نصغره بقى براحتنا. بيقول لي the 3 electrolytic cell are connected in the series each connecting inert electrode and the following electrolyte molten. معايا مين؟ معايا الالومنيوم 3 هيدروكسيد، ومعايا المغنيسيوم والنيتروجين والصوديوم كلورايد. Which of the following represent the ratio between volume of gas emitted from this cell? From from this
from the cell. حلو. اول حاجه هو بيقول لي ايه ارقام الاكسجين. طيب ما احنا لازم نبتدي نترجم. ثانيه يا جماعه، خلينا هنا اهي. ثانيه بقى، ولا خلي ده كده، مش مشكله، بس انا حاسه ان انا عايزه امسح الحته دي. بس عشان ما ندخلش على السؤال ده، انا ده اللي انا محتاجاه بس من السؤال. بصوا بقى، اول حاجه احنا عندنا مين؟ عندنا الاكسجين. عندنا مين؟ عندنا الاكسجين. هو الاكسجين بكام؟ قال لي بداي اتوميك. طب انا معايا 2 منه، يعني الواحده ب2 بنيجاتيف 2، وانا معايا 2، يبقى انا معايا كام؟ 4 فاراداي. حلو زي الفل. هو عايز يعرف ايه؟ اول حاجه بيقول لي the 3 electric cell are connected in series, each connected inert electrode. ماشي. قال لي following electrode the molten، وقال لي عايز اعرف الريشيو بتاع مين؟ الفوليوم. عايز يعرف الريشيو بتاع مين يا ولدي؟ بتاع الفوليوم يا ميس. طيب احنا عارفين ان 1 اف تحتها مين؟ اكس اف. حلو. هنا عندنا مين؟ بنقارن بالفوليوم، يبقى 22 بوينت كام؟ بوينت 4. وهنا اكس ايه؟ اكس لتر. يبقى انت المفروض هتعمل هنا ايه؟ اكس. اوكي. هتعمل ايه؟ 22.4 تايمز كام؟ تايمز 1 على كام؟ على 4. هيطلع معاك 5.6 تقريبا. 5.6 لتر. 5.6 ايه؟ لتر. طيب حلو جميل. بعد كده تعمل مين؟ النيتروجين. النيتروجين اهو. النيتروجين الواحدة ب3 وانت معاك 2، يبقى معاك 6 فاراداي 1 اف. وهنا عندك كام؟ 22.4. وهنا عندك اكس، يبقى الاكس هنا بكام؟ اهو ب 22.4 تايمز 1 على كام؟ على 6. هيديك 3.7 تقريبا او حاجه زي كده. 3.7 33. تمام حلو. نطلع بس كده حبه. بعد كده عندك السي ال. السي ال انت عندك 2، بس هي معروفه ان هي بنيجاتيف كام؟ بنيجاتيف 2. يعني الاتنين بنيجاتيف 2 الكلورين، بس الواحده بنيجاتيف 1، فدي هنقول عليها ايه؟ 2 اف. 1 اف هنا كام؟ 22.4. وهنا عندك اكس اف، فانت عندك هنا الاكس هيبقى عندك 22.4 تايمز 1 على كام؟ على 2 هيديك 11.32. تمام. كل ده لتر بقى. حلو. تعالى بقى نعمل ريشيو. انت عندك هنا الاو، وعندك هنا النيتروجين، وعندك هنا السي ال. حلو. اكتب الرقم بتاع الاكسجين 5.6، واكتب رقم النيتروجين 3.73، واكتب رقم الكلورين. حلو. واعمل للتلاتة divided 22.4 divided 22.4 divided 22 بوينت كام؟ 0.4. حلو جميل قوي. هتلاقي اول واحده طلع معاك بكام؟ ب 0.250. تمام. بعد كده عندي هنا 0.166. بعد كده عندي هنا 0.500. تمام. تبقى الإجابة عندك إيه؟ دي. تاني يبقى أنت عملت إيه؟ عملت كل إيليمنت لوحده. جبت كل إيليمنت إيه؟ جبت كل إيليمنت لوحده. الأكسجين بكام؟ الأكسجين الواحدة بنيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. هتقولي طب هو أنا في الامتحان لو جالي سؤال زي ده
افكاره مثلا جاب لك element تانية، انا هضيع وقت كبير في الامتحان. انت بتتمرن على فكره، ما تقعدش تحبط نفسك ابدا ليله الامتحان، حتى لو في حاجه وقفت قدامك مش عارف تحلها، حاول فيها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وعشره. انت مش عليك حاجه غير ان انت بتسعى خلاص. وهي بقى بالنسبه لك الفتره دي انت شايفها ان هي اصابه يا خابت، لا هي باذن الله كده كده هتصيب في كل الحالات. تمام، مفيش حاجه بتخيب، في كل الحالات هتصيب، هتصيبك خير. ليه؟ لان اي حاجه بتحصل فيك في حياتك هو خير من عند ربنا. تمام يا حبيبي. استقبل كده اقدارك برضا، خليك راضي، خليك راضي عن كل حاجه بتمر بيك. طيب هنا عندي الاكسجين والنيتروجين ومين و سوري والكلورين. تمام، جبت الرقم بتاع كل واحد فيهم اهو. جبت الرقم بتاع مين؟ بتاع الاكسجين 5.6، وجبت رقم النيتروجين ب 3.73. تمام، وبعد كده رحت جبت رقم مين؟ الكلورين. لما عملت ايه؟ ريشيو. بعد كده هو مش انا كنت ضربهم في 22.4، بعد كده رجعت عملت لهم الثلاثه ايه؟ ديفايدد، ودي الارقام اللي طلعت. اتفقنا يا ولاد؟ هو فكرته تقيله شويه الصراحه، يعني هو سؤال فكرته تقيله شويه. ماشي ماشي، معلش، هانت والله يا ولاد، باذن الله كل حاجه بتهون وكل حاجه بتعدي. طيب تعالوا بقى، احنا عندنا دلوقتي مين؟ عندنا الكلورين والهيدروجين والمغنيسيوم ايه؟ داي اوكسيد. حلو قوي، جميل. احنا عندنا مين؟ الكلورين هي بيقول لي هنا ان هي الكلورين بكام؟ بزيرو، قصدي بوزيتيف 1.36. والمنجنيز بكام؟ المنجنيز ب نيجاتيف 1.52. احنا مش هنغير ورا رقم من الاتنين. ايه ده؟ مش هغير ورا رقم من الاتنين؟ يس، ولا رقم من الاتنين، لان هما جايين مظبوطين وجايين ايه؟ اوكسيديشن الرقمين. ها؟ بس طبعا دي هنا ايه؟ جالفانيك. بصوا بقى، ريدكشن، فانت هتعمل بوزيتيف 1.36 ماينس كام بقى؟ ماينس 1.52. حلو، احسبها كده على الآلة هتطلع معاك ايه؟ 0.16. ده ماله؟ قال لي ده سبونتينوس. يعني انا عملت ايه؟ انا خدت الرقم ده. تمام، هتقولي يا ميس طب ما ده اصلا كان هنا بالزيرو بقى بالنيجاتيف. ما ده ريدكشن. تمام، بس ناخد بالنا ان احنا هنا جالفانيك، فالارقام غيرناها وبدلناها. تمام، فده هيفضل بالبوزيتيف، نيجاتيف تاني ده بالنيجاتيف. فانت عندك هنا ايه؟ ده ايه؟ قال لي ده سبونتينوس، ده جالفانيك، ده سبونتينوس، ده ايه؟ ده جالفانيك. اتفقنا؟ ده 0.16. تمام، اتفقنا يا ولاد؟ طيب بعد كده بتدخل على اللي بعده. بيقول لك هنا عندك ايه؟ عندي the following table shows the component to galvanic cell the standard ايه؟ the standard potential. تمام، حلو. بيقول انا عندي اكس، عندي اكس وعندي مين؟ وعندي واي. ماشي، يبقى اول واحد ده كده اهو، ماشي كده، ده النمبر، ماشي اهو، وده النمبر، ماشي. يعني انا معايا السيلفر ايه؟ مرتين. لو انت واخد بالك انت معاك ايه؟ السيلفر مرتين. تمام يا ميس، حلو قوي. ما دام انا معايا السيلفر مرتين يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بص هو بيقول لك هنا ذا فولوينج تيبل ذا كومبوننت تو جالفانيك سيل، اللي معاك دول جالفانيك سيل ستاندرد. يا ترى يا جماعه احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل لهم ماينس. ليه؟ علشان دول الكتروليتيك، انت هنا بتعمل الكتروبليتنج. بص كده، الكبير ماينس، انت هنا كده بتعمل الكتروبليتنج. ما انت عندك سيلفر وسيلفر، ولا هي ايه؟ سيلفر وسيلفر، سيلفر وسيلفر ماينس
0.08. تمام، حلو. شوف بقى الرقم هيطلع عندك على الآلة بكام. حلو، هيطلع عندك ببوزيتيف 0.7 اهو، بوزيتيف 0.7. تمام، ده بيعمل الكتروبليتنج. اوكي ماشي، جميل. السؤال ده حلو قوي. خلاص هانت يا ولاد، هانت. بص بقى، بيقول لك انت عندك ايه؟ لا ثانيه، عشان في حته كده من السؤال احنا ما جبناش. بيقول لي انا عندي هنا ازاي فولوينج شو. عندي هنا ايه؟ ريدكشن بوتنشال. عندي هنا A B C. حلو، عندي هنا ايه؟ A B C. اوكي طيب، بيقول لك ريدكشن يعني انت هتحول، هيبقى عندك هنا ايه؟ بوزيتيف 0.44. طب وهنا ها؟ نيجاتيف 0.34. طب هنا قال لي نيجاتيف 0.8. تمام، حلو قوي، جميل. طب ما ترتبيهم لي بقى. ارتبيهم، هرتبهم ماشي. اعلى واحده فيهم هي الايه؟ 0.44. طيب مين اللي بعدها على طول؟ البي، نيجاتيف 0.34. طب مين اخر واحده؟ السي، نيجاتيف 0.8. دول كده مين؟ انا كده مرتباهم عن طريق اسمه طريق الايه؟ الجالفانيك. عن طريق اسمه ايه؟ طريق الجالفانيك. تعال نشوف السؤال بتاعك هيجي لك هو جالفانيك ولا الكتروليتيك. بيقول لك when metal A and when metal A and B are each covered، هنعمل لهم covered ل C. معنى بيقول لك ان هنعمله دول covered لده، معنى كده ان هو هيبقى ماشي ايه؟ الكتروليتيك. ما هو ده هيعمل كفر لده، معنى كده ان سي هو الانود وان بي وايه كاثود. فهو بيسالك هو ايه وبي لو هيعملوا له كفر، ايه الكفر؟ كاثود الكفر، لان ده هيبقى انود. فلما هاجي احط بي على سي هيبقى كاثوديك كفر. طب ايه على سي؟ كاثوديك ايه؟ كاثوديك كفر. يبقى ايه؟ كاثوديك كفر وبي كاثوديك كفر. هي اجابه بي. طب ينفع تبقى انوديك كفر؟ لا، ما انا ماشيه من تحت لفوق يا جماعه، انا ماشيه الكتروليتيك، انا ماشيه هنا ده الانود. طب لما بي يتفاعل مع السي هيبقى كاثود. طب ايه يتفاعل مع سي؟ هيبقى كاثود برضو. الايه هتبقى كاثود برضو. طب ينفع الاثنين انود؟ هينفع الاثنين انود لو احنا ماشيين جالفانيك، لكن هنا قال لي كاثوديك كفر. تمام، حلو قوي. ما ينفعش واحده وواحده، لان ايه؟ هي الاثنين هيبقوا انود، يا اما الاثنين هيبقوا ايه؟ هيبقوا كاثود. طيب زي الفل. بيقول لي when a plating layer silver، هنا جايب لك ده مين؟ ده الماس بريسبيتيت اهو. الماس هو قالها لك حتى اهو، قبل ما نبقى مش هنكتب الماس بريسبيتيت. pass by passing an electrolytic 25 امبير. ماشي، احنا عايزين التايم. اكتب كده القانون بتاعك، كل مره بنسى بكتب بالهايلايت. اكتب كده القانون بتاعك 1 f في x f على مين؟ ألف مين؟ ألف 96500 في مين؟ في quantity. على مين؟ على equivalent mass، على mass precipitate. حلو قوي. انت بتشتغل على انهي جزء؟ انا بشتغل على الجزء ده كده كله كده. الجزء ده كده ايه؟ كده كله اهو، ده كده. ليه؟ لانه جاب لي سيره مين؟ الماس بريسيبيتيت اهو. ماشي؟ طيب ركز بقى معايا. انت تعمل ايه؟ انت معاك الكوانتيتي، انت عايز التايم. تمام، انت معاك الايكويفالنت ماس، معايا السيلفر. طب هو السيلفر كان الفالنسي بتاعته بكام؟ ب1. يبقى انت عندك هنا الايكويفالنت ماس. تعالى اكتبها لي كده على جنب. اتوميك ماس على الفالنس، اكتب مين بقى؟ 108 على كام؟ على 1. هيديك كام؟ 108.
ماشي، يبقى اللي هناك ده بكام؟ ب108. طب الماس بريسيبيتيت، تعالوا بس نعملها في قانون تاني احسن. اهو ماشي، مش مشكلة. اهو هنا بقى عندك كام؟ اهو ده الكوانتيتي، هنا ده بكام؟ ب108. طب الماس بريسيبيتيت بكام؟ ب26.25. طيب انت دلوقتي عايز تجيب مين؟ الكوانتيتي. تعالى بقى اجيب الكوانتيتي. اهو ده سؤال سهل قوي. اهو تايمز كام؟ 26.25 على 100 وكام؟ 108. انت هتجيب مين؟ الكوانتيتي. الكوانتيتي هيطلع معاك رقم كبير شويه، 23 45 23 45 48. ده مين؟ ده الكوانت، رقم يعني، رقم يخوفك. طب هو مديك مين بقى؟ مديك الايه؟ الامبير اهو، مديك الامبير، وعايز مين؟ وعايز التايم. حلو، هتقوم احنا لسه جايبين التايم اهو. التايم مين على مين؟ قال لك كوانتيتي على الاي، يبقى الرقم ده اللي هو 23 على كام؟ على 25 هيديك كام؟ 15.6 ايه؟ مينت. تمام، هما بيكونوا حاسبينها لك، هما بيكونوا حاسبين كل ايه؟ كل حاجه. هيديك 15 بوينت ايه؟ 0.6 ايه؟ مينت. الاجابه هتبقى سي. تمام يا ولاد، السؤال رخم شويه بس هو طويل، يعني انا شايفاه ان هو والله حلو قوي، بس هو يعني اللي عنده صبر شويه. يعني انا بالنسبه لي السؤال ده من اسهل الاسئله اللي ممكن تمر عليك بجد. بيتهيالك ان هو رخم علشان هو احنا طولنا بس في الشرح، بس انت عندك بتكتب الرول بتاعتك وبتعوض، بتجيب مين؟ الكوانتيتي. انت عندك الايكويفالنت ماس 108 على 1، والماس بريسيبيتيت، بتجيب الكوانتيتي. جبت الكوانتيتي بتدخلها في القانون ايه اللي بعده. طيب اللي بعده بقى بيقول لك انت عندك هنا، بص ركز معايا، انت عندك هنا مين؟ بيقول لي عندي هنا تو سيل. حلو قوي، جميل. which of the following correct electrode A B C. عايز يعرف مين اقوى واحده ومين اضعف واحده. هنا من الواضح ان هو بيمشي من C ل B. تمام، هتقولي لي ومن الواضح برضو ان هو بيمشي من B ل C. لا، انت مش واخد بالك. هنا بيقول لك هنا ان ده solution of C وده solution of B وده solution of A. عارف معناه ايه؟ ان ده بيروح لده، ان ايه بيروح لمين؟ لبي. طيب يعني بالبلدي كده بي بياخد من ايه وبياخد من سي. ما هو بيقول لك سوليوشن في، يعني ايه بيترسب عند بي. طيب بيقول لي ايه is the strongest reducing agent، اقوى اوكسيديشن. ما اقدرش احدد لاني معايا اتنين. طب السي lowest، لا. طيب بي ليست اكتيف الكترود، البي اقل واحد. ليه؟ عشان بياخد من ده وبياخد من ده في النص. هو بص مبينها لك، يعني هو جايبه لك على طبق من فضه. الامتحان عايز العيل النبيه اللي مش متوتر، والله العظيم عايز حد كده دماغه ايه؟ رايقه عشان يعرف يحل. السؤال ده جميل قوي. ايه ده؟ يا نهار ابيض، احنا خلصنا يا جماعه، والله خلصنا. the end of this part. ابنائي احنا خلصنا البارت الثالث، اتمنى انتوا كمان تتفرجوا عليا وتخلصوه. جود باي في البارت اللي بعده. يلا يا ولا، مستني ايه على اللي بعده؟